السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متابعي قناة منوعات وتدابير خالدة، أهلا وسهلا بكم. اليوم إخواني أخواتي غادي نحضروا عصير الشمام سويلة، اسم على مسمى. هاد السويلة هادي كلكم كتعرفوها غنية بالألياف، فيها عدة فوائد، من أهمها أنها تعالج الإمساك، زائد انه الناس اللي عندهم شامبينيون في الظفار ديال الرجلين الا خداو هذه لمده شهر، هي وبعض الفواكه طبعا، داك الشامبينيون ديال الظفار غادي يختفي في مره، وهذه عن تجربه شخصيه. اذا اختي المشاهده نفوتوا للتحضير العصير ديالنا. اذا الا خدينا يطرق الاربع 750 مليلتر ديال الماء، وحبه وحده ديال سويله الشمام، تعطينا لتر ديال العصير رائع. الا كانت حلوه مزيان ما نحتاجوش نضيفوا السكر تحليه، ولا كانت شويه ناقصه، شي مرات كتكون ناقصه في الحلاوه، نزيدوا شويه ديال السكر. اذا نفوتوا التحضير. هذه حلوه، ما غاديش انا نزيد نضيف لها السكر، راه ديجا حلوه مزيانه. اذا اختي المشاهده الا كانوا الدراري ما كيبغيوش ياكلوا لك سويله، يستحسن ديريها لهم عصير. بغيتي تضيفي لها حبه صغيره ديال لافوكا، تمشي معها، تجيها من داك الشرفيع. بغيتي تزيدي لها، هي النسمه ديالها عندها، بغيتي تضيفي شي نكهه اخرى ممكن. اذا اختي المشاهده العصير ديالنا ها هو، هذا وجد رائع، لونه رائع، النسمه ديالو ومفيد جدا. الى اللقاء في عصير اخر مع منوعات وتدابير خالده. السلام عليكم متابعي قناه منوعات وتدابير خالده، اهلا وسهلا بكم من جديد في عصير جديد. اذا اخواني اخواتي اليوم غادي نحضروا عصير لافوكا بالخيار ومعاه الحامض. اذا اختي المشاهده كنا كنعرفوا الخيار وفوائد الخيار، كتعرفوا بانه كينظف الامعاء، كيسهل عمليه الهضم، فيه كل شيء المكونات اللي يحتاجها الجسم ديالنا، هو كله ماء، كله الياف. لافوكا كذلك كلكم كتعرفوا فوائده ومكوناته الى اخره. ثم الحامض كتعرفوا دائما علاش كنديروا انا في العصير ضروري ندخلوا الحامض للذات ديالنا يوميا، فيه عده فوائد، منها اذابه الشحوم، ثم تهدئه الاعصاب. اذا كتعرفوا الفوائد الحامض كاملين. اذا اختي المشاهده تاخدي الخيار حبه او جوج على حساب الكميه اللي بغيتي ديري ديال العصير، تقشريه، ما تحيديلوش القلب ديالو، الفائده في القلب اكثر من برا. ثم تقطعيه طريفات على هذا الشكل. تاخدي لافوكا حتى هو وتقشريه هو، وتاخدي نصف حامضه باش تعصريها في العصير. اذا اختي المشاهده ندوزو نحضروا العصير ديالنا. اذا اختي المشاهده العصير ديالنا بالافوكا بالخيار والحامض هو هذا، لونه ما شاء الله روعه، ومذاقه رائع رائع. كيف القاعده اختي المشاهده، نقول لك بغيتي تحلي بالسكر
حلي موفره لك العسل تكون الفائده اكثر. ما كاينش العسل وما بغيتيش ديري السكر، يتشرب هكذاك لان قريب للحلاوه، يعني ماشي مسوس بزاف. اذا هو كيف على كل في كل صوره يتشرب مسوس حلو الى اخره. اذا اختي المشاهده، الى عجبك العصير ديالنا ديال لافوكا بالخيار ديريه، وهذه فرصه باش توكلي اللي عندك في الدار ما كيبغيوش الخيار، هذه فرصه باش ياكلوا الخيار، واللي عندك في الدار ما كيبغيوش لافوكا، هذه فرصه باش ياكلوا لافوكا. اذا هذا العصير هذا انا كنسميه عصير حيله، يعني هاد التدبيره هذه ديال خلط المواد حيله، يعني اللي ما كيبغيوش شي حاجه كنمرروها لهم، يعني ندوزوها لهم في عصير في كيكه الى اخره. هذه مجرد تدابير انا كنديرها حيله يعني في المطبخ. اذا اختي المشاهده، الى عجبك العصير ديالنا لافوكا بالخيار ديريه، وانتظريني في عصير اخر في منوعات وتدابير خالده. السلام عليكم.